ورحمة الله. مبروك علينا خوت تأهل المغرب نهائي كأس العرب ولله الحمد ب3-0. هاتوا المغرب هاتوا المغرب هاتها المغرب. وما نساوش نترحموا على ضحايا مدينتنا بأسفي، الله يرحمهم ويجعلهم من الشهداء إن شاء الله. خليكم مع الفيديو ونتلاقاو في الأحسن إن شاء الله. السلام عليكم. جدا احترقي الكرة الأمامية العرضية. أنتم شياطين كرة القدم يا مغاربة، مع كامل احتراماتي، بس أنتم شياطين بكرة القدم. قسما بالله ما أعرف بالمنتخب المغربي هذا إلا عبد الرزاق حمد الله اللي هو أصلا كان احتياط. يا الله هارد لك للمنتخب الإماراتي، معوضين خير حبايبنا الإمارات. بس المغرب عفاريت كرة القدم، بسم الله ما شاء الله ما شاء الله على هذا اللعب وعلى بناء الهجمة. يسجل يمتى ما يريد، يهجم يمتى ما يريد، على مزاج المغربي. يا الله ألف ألف مبروك للمغاربة. ألف مبروك لمنتخب المغربي وهارد لك للإمارات. ولكن تعالوا خلونا نتكلم. شفتوا المغرب يا أخوان يا ناس افهموا، بصف ثالث ينافس على اللقب. وأنا تكلمت وياكم في فيديوهات كثيرة وقلت لكم أن المغرب ما في أحد يقدر عليه، ما في أحد، صعب أنك تقدر على المغرب يا رجل. بالصف الثالث يسيطر ويستحوذ ويسوي كل شيء. أما بالنسبة لحمد الله من دخل غير مجرى المباراة كلها، غير مجرى المباراة كلها. فلذلك وأمام الإمارات، والإمارات كلها مجنسة وكلهم برازيليين وارجنتينيين ومدري منو، فازوا عليهم وبالصف الثالث. وانا قلنا لكم بالصف الثالث المغرب بامكانه ياخذ اي خصم. بالصف الثالث هو المرشح الاول للقب. جماعه امكانياتهم صعبه، امكانيات المغرب حاله حال البرازيل، حاله حال الارجنتين، ما حد يقدر عليه. هذا لو جايين بالصف الاول حرام لا ياكلون الاخضر واليابس. فللامانه المغرب ما في احد يقدر عليه، هو المرشح الاول للقب والان الى نهائي كاس العرب. المنتخب المغربي سيطر على كل مجريات المباراة، سيطر على تفاصيل المباراة، سيطر على الشوط الأول سيطرة تامة، من حيث الاستحواذ، من حيث النتيجة، من حيث التكتيك، تسديدات على المرمى. وشنو توج هذا التعب وتوج هذا السيطرة، قلت لك بنتيجة متقدمة 1-0 على المنتخب الإماراتي. الصراحة بس الكلة، شنو هالكلة يا أخي؟ كريستيانو وطفر. المنتخب المغربي ترى للتذكير جاي لكم بالفئة الثالثة، اي نعم بالاحتياط جاي لهالبطولة كأس العرب فريق ثالث. مستحيل ادري جايين يعني استجمام، يعني هي بطولة، انتوا جايين حصة تدريبية يعني. بس سؤال المنظمين بطولة كأس العرب، انت من تيجي تخلي لي المنتخب المغربي بهاي البطولة، انت تدري شنو يعني؟ انت حرقت الفيلم من بدايته، لان نعرف منو البطل راح يكون بالاخير. المنتخب المغربي فاز على المنتخب الاماراتي بثلاثية نظيفة وتأهل الى النهائي. مبروك ديما مغرب. يعني ايش تتوقع؟ جايين بالفئة الثالثة، ما ادري جايين حصة تدريبية، ما ادري هل هو عندهم معسكر تدريبي بهالبطولة، لو هي بطولة تنافسية. عافية والله، عافية المغرب والله صباح صراحة يا اخي. البطولة اللي هم بيها الموجودين بيها تشوف رتم البطولة على مستوى عالي، فمبروك يا المغرب. مبروك علينا هذه البداية، ما زال ديما مغرب. مبروك المغرب، وصولهم للنهاية، أول منتخب الطرف الأول في النهاية بعد ما سجل الثاني على الإمارات وحسم المباراة. في انتظار الحين المنافس الثاني أو المتأهل الثاني بين السعودية والأردن. مثل ما توقعت الأردن المغرب في النهاية، وتوقعت الطرف الثاني راح يكون الأردن. ما ادري عاد هل السعوديه راي ثاني؟ ننتظر ونشوف. المغرب هاتوا المغرب المغرب ديما كيجي وكيصيفط عباد الله كونجي. ويلي واش قلت لكم 3-0 وشي 3-0. برافو المغاربه، اليوم ماتش كبير، اليوم درتو ماتش كبير تبارك الله، ماتش خيالي اقسم بالله. كره متعه بيوتا، 3 ديال البيوتا، نتيجه اللي ماشي سهله ضد المنتخب الاماراتي، الفريق اللي منظم، فريق كيلعب الدفاع كيتقاتل.
ولكن راه بنتو فور اشي فور. ديما مغرب. شكون قال عاوتاني شكون؟ الحمد لله ديما حنا كندوزو الاولين، ديما حنا كندوزو الاولين وكنخليو عباد الله كيتقاتلوا باش يواجهوا المنتخب الوطني المغربي. شكون قال عاوتاني كاين شي هاتو مغرب عاوتاني؟ اليوم راه ماشي ربحنا غير الامارات، اليوم ربحنا شي 6 ديال الدول. والله الا ربحنا اليوم شي 6 ديال الدول في ضربه، ها البرازيل، ها الارجنتين، ها الكوت ديفوار، ها صربيا، ها المغرب. وعرب افريقيا، الجزائر زبنا لها التعر من عند الامارات، تونس زبنا لها التعر من عند سوريا، ضربنا كاع المنتخبات الاسيويه، ضربنا السعوديه، ضربنا سوريا، ضربنا الامارات، وغنضربوا دابا اللي جا فيهم في الفينال غنضربوه في المنتخبات الاسيويه. شكون حنا مروكو، حنا المغرب اللي كنجيبوا التعر الافريقي وكنجيبوا التعر لبلادنا. هاتوا المغرب عاوتاني تتوما الامارات، هاتوا المغرب هاو معطاكم 3 المغرب وغادي للفينال وغيزيد داك كوب دعراب المغرب الاول والافريقيا والعرب افريقيا. حمد الله الجوليادور، حمد الله اليوم كيدخل كيقلب الماتش في الدوزيام ميطا. كليناهم هادو هما الامارات، هذا راه ماشي منتخب الامارات، منتخب البرازيلي والارجنتيني والكوت ديفواري، وكليناهم ب3. لعبنا معاهم، كسرنا معاهم، راه غير بريكول الامارات بالنسبه للمغرب. تقعد مروكو تقعد 3. ارى الاخر. لا جديد يذكر ولا قديم يعاد. المنتخب المغربي للمرة الثالثة في تاريخه إلى نهائي كأس العرب بعد أداء أكثر من رائع وفوز على المنتخب الإماراتي 2-0 في مباراة ممتعة من الجانبين، لكن المنتخب المغربي تفوق بالصف الخامس على المنتخب البرازيلي أو المنتخب الإماراتي اللي قدم مباراة محترمة، لكن المنتخب المغربي أداء أكثر من رائع، أداء ممتع بصراحة. كل الاحترام والتقدير للمنتخب المغربي والمدرب طارق السكتيوي اللي أنا بعشقه وبحبه، الدماغ اللي شغاله بصراحه. النهارده المنتخب المغربي بيقول هل من منافس؟ مش لاقي اي منافس سواء في افريقيا في العرب في العالم. بصراحه المنتخب المغربي بيجي مرعب. مليون 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 مبروك للشعب المغربي، مليون مبروك لكل المغاربه، افتخروا. بالك واحد يجي يغلط يقول لك هاتوا المغرب على نداء الجماهير اللي راح يلعبوا السعوديه والاردنيه، على باش واحد كاليفا. بالك واحد فيكم يغلط يقولوا هاتوا المغرب، باسكو ولا قلتوا هاتوا المغرب يبعتك بالباليستي خويا، بالاهانه. شفتوا خاوتي؟ عبالك ها باللي يجي 3-0 باللي يجي خويا. عباك سكيتي يجي دخل اشرف بن شرقي، ما داك شافهم باللي مجي تاع اشرف بن شرقي غير تم الكيرتي يدخلوا مع لافا تاع الماتش، يعني ما حبش يفورسي. والله العظيم لو كان دخل كيرتي واشرف بن شرقي في لو ميطون نقسم لكم بالله غير روحوا بسكاره. عباك العلاقات بين الامارات، علاش العلاقات الاماراتيه المغربيه ضربهم ب3 مع الرأفة خويا. عباك كاين حقوق الانسان، كاين حقوق الجوار، كاين ضحكه البروتوكوليه، ما كان لا بروتوكول لا ضحكه بروتوكوليه لا والو. التم 3 بالاهانه. اللي يزيد يقول لك، اللي يقول انا وانا جيب له المغرب، اللي يقول انا منظومه قويه. لور والله غير لور، باجاجي طراجي كاليتي كونتيتي كيما بغيت تديرها. اعطيه مش 1 ولا 2، بالثلاثة. المنتخب المغربي بيؤكد انه جاي البطولة دي مش عشان يوصل ربع نهائي او نص نهائي، المنتخب المغربي جاي البطولة دي عشان يكسبها. اداء ولا احلى ولا اروع من كده. الف مبروك لجمهور المغرب الشقيق، الف مبروك لجمهور المغرب في كل الوطن العربي، وصول المغرب لنهائي كأس العرب، وبإذن الله البطولة مغربية.